لازم فعليا تحذر الخطأ دوت، لان انت لو عملته فعليا مش هتقدر ان انت تسحب فلوسك من لعبة سبيد مان. المفروض زي ما انت شايف هنا في السجل بتاعي ان انا سحبت مرة 50 جنيه ومرة 57 جنيه، بس الكلام ده منين؟ الكلام ده من العملات المعدنية اللي هي ظاهرة قدامك دي. انما بقى اما جيت اسحب الفلوس الخاصة بيا من المكان دوت اللي هو السحب النقد فعليا المفروض يوصلنا على فودافون كاش اللي اقل حاجة فيه 250 جنيه قابلين للسحب، لقيته بيقول لي ضاعف المبلغ بتاعك ل 500 جنيه. طيب انا مش عايز اضاعفه يا عم، عايز 250 جنيه بس. قال لك لا، ده اجباري ان انت لازم تضاعفه وتنتظر 15 يوم عشان تبتدي تعرف تسحب الفلوس الخاصه بيك. وبعد مرور 15 يوم اتفاجئت دلوقتي وانا بفتح اصلا الحساب الخاص بيا ان انا رجعت من الصفر تاني، ان المفروض اصلا 250 جنيه قابلين للسحب بتوعي خلاص انضافوا على رصيد الحساب الخاص بيا مره تانيه. ومش دي بس المشكله، لا ده المشكله اكبر من كده. المشكله دلوقتي ان انا لازم اسحب الفلوس من اول وجديد. هل فعليا المشكله دي لها حل ولا لا؟ والاهم من كده هل الابلكيشن دوت صادق وبيدفع فعليا ولا لا؟ والاهم من كده هل فعليا بقى عشان ابتدي اكسب من اي لعبه او اي ابلكيشن بينزل لازم بس اشتغل على العملات المعدنيه الخاصه بيه وابتدي ان انا اكسب منها؟ والمكسب منها بيكون عن طريق دعوه الاصدقاء اللي هي الاحالات. طب انا هجيب منين بقى 500 600 شخص يسجلوا عشان اسحب لي 100 جنيه ولا 200 جنيه من الابلكيشن؟ اسئله كتيره وتفاصيل هامه وحاجات اكتر حابب ان انا اكشفها لك عن سحب فلوسك من لعبه سبيد مان. فعشان كده ما تنساش تحط لايك للفيديو، لو حضرتك جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس بكل الاشارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا في سرد الحكايه. خلينا بقى عزيزي الشبح ما نضيعش وقت بالشكل دوت ونبتدي ان احنا نكسب من لعبه سبيد مان ونسحب الفلوس الخاصه بينا. اللعبه سهله وبسيطه جدا، كل عليك ان انت بتبتدي تلعب مستويات. طبعا خليني اقول لك لو ما سجلتش في اللعبه هتلاقي الرابط بتاعها موجود في اول كومنت مثبت تحت الفيديو دوت، وطريقه التسجيل كامله هتلاقيها في فيديو موجود في وصف الفيديو. بعد كده كل عليك بتعمل ايه؟ ببتدي ان انا العب بالشكل دوت، بعدي المستويات الخاصه بيا. الشخصيه اللي قدامك دي بتبتدي تلعب، بتبتدي تجري بيها، تاخد الالوان الخاصه بيها، بتفتح الحيطه او الجدار دوت. بعد كده بتبتدي كل اللي عليك ان انت تلعب. ادي لونه احمر ببتدي اكل اللون الاحمر، لونه اتحول لاصفر ببتدي اروح للون الاصفر، لون اتحول لاخضر ببتدي اروح للون الاخضر. خد المفاتيح وخد المسات اللي هي ظاهره قدامك دي بالشكل دوت، وابتدي بقى روح حارب الشخصيه اللي بتبتدي تظلك في نهايه اللعبه، وبتبتدي تدوس على الشاشه بالشكل دوت وبتبتدي ان انت تفوز عليها. ركز معايا، خلاص كده ادينا له الضربه القاضيه. هيبتدي هنا راح ل 2.4 بالشكل دوت. بعد كده بتبتدي تستلم المكافآت الخاصه بيك، وهنا بقول لك خلاص في 5 جنيه هتبتدي تنضاف لك بس بعد ما توصل 100%. خلينا نفتح الكلام ده بالشكل دوت. هنا خدنا مرتين مسات ومره 750 من العملات المعدنيه. 750 هنا لازم تكون 7500 عشان تقدر ان انت تكون 750 قرش، فعشان تكون فاهم بس. هنا بقول لك المفروض ان انت خدت 5 جنيه ومش عارف ايه والقصه ديت. جميل جدا. بعد كده خلينا نرجع بالشكل دوت. دي اللعبه عموما، اللعبه عموما صاحبها يعملها ان انت تدعو الناس، تبتدي تلعب مستويات، تبتدي تجمع فلوس، بتروح على كلمه يدعو من هنا بتاخد الرابط بتاعك بتبتدي تبعته للناس. وركز هنا ان كل واحد بتدعوه بتاخد منه 4 جنيه، وبعد ما بيوصل مستويات معينه بتاخد منه جنيه، يعني انت مش بتاخد منه الحاجه اللي هي الواو يعني. بعد كده عندك المهمات من تحت من هنا بتبتدي ان انت تنجزها زي وقتك على الانترنت وتشوف فيديوهات والقصه دي. اللي يهمنا دلوقتي وانت داخل الفيديو عشان اللي هو السحب يا محمد، صح؟ اقول لك ايوه صح، هو دي اهم حاجه في فيديو النهارده. هقول لك تعال معايا بقى عرني كل انتباهك، انصت جيدا. بعد كده اهم حاجه يا عزيزي خلينا نروح بالشكل دوت مثلا على ال4 جنيه اللي معايا دي. بعد كده اقول له سحب كل شيء. هنا بقول لك لازم تكون وصلت ل 5 جنيه عشان تسحب. طيب المفروض لما باجي اسحب العملات المعدنيه بيبتدي يظهر لي مكان الرقم بتاعي اللي هو الخاص بفودافون كاش عشان ابتدي اسحب الفلوس الخاصه بيا. وفعليا وعن تجربه شخصيه انا لما سحبت اصلا بالشكل دوت زي ما ظهر قدامك يوم 31 5 و14 6 المفروض ان انا ساحب 107 جنيه وصلوا لي فعليا. المشكله عندي كلها في اللي هي الاوراق النقديه اللي هي باللون الاخضر، فلما باجي اسحبها بيحصل معايا مشكله، ما بلاقيش اصلا مكان الرقم الخاص بيا ان انا اسحب من عليه، ودي اول مشكله وهنحلها دلوقتي. المشكله الثانيه اللي هو ضاعف الفلوس الخاصه بيك، بدل ما هسحب 250 بقول لك لا اقعد 15 يوم واسحب 500 جنيه. طب يا عم انا عايز اسحب ال 250 جنيه بس، انت ليه تجبرنا على الكلام ده؟ ودي تاني مشكله معانا فعليا. فخلينا دلوقتي بقى نبتدي نتوجه ان احنا نسحب الفلوس الخاصه بينا. نبتدي نسحبها ازاي؟ اولا دلوقتي انت دخلت على الحساب الخاص بيك عادي خالص. بعد كده كل عليك ان انت بتضغط على علامه الاوراق النقديه اللي موجوده معاك فوق دي باللون الاخضر. في ناس بيبتدي عداد الوقت عندها يشتغل مره ثانيه، والقصه دي بتبتدي تنتهي بعد مره او اتنين، مش عارف صراحه لان هي ما ظهرتش في الحساب الخاص بيا. انا اللي ظهر في حسابي بعد انتهاء المده اللي هو اداها لي لقيت الحساب بالشكل دوت، والمفروض ولا كأن عملت فيه حاجه اصلا. بعد كده انا دلوقتي في رصيد حسابي 302 جنيه، ولازم فعليا تكون المبلغ اللي معاك اعلى من 250 جنيه عشان تقدر ان انت تسحبهم. ما لاقيش واحد معاه 200 جنيه ويقول لي يا محمد انا مش
مش عارف اسحب. بعد كده عزيزي بيقول لك حدد المبلغ، هبتدي ادوس على 250 جنيه اللي هم اصلا موجودين معايا. هنا طرق السحب، حابب تسحب على فودافون كاش ولا اتصالات كاش ولا اورنج كاش ولا البيبال؟ هبتدي اسحب على فودافون كاش واقول له بالتاكيد. هنا بقول لك يمكنك سحب الاموال عندما يصل المبلغ الى الحد الاقصى اللي هو 250 جنيه اقل حاجه يعني. بعدها بيقول لك لا يوجد حد لعدد عمليات السحب في اليوم، حضرتك بقى لو جمعت مليون جنيه في يوم عادي ان انت تسحبه ومفيش مشكله. بيقول لك ان وقت وصول الفلوس بتوصلك من دقيقه ل 24 ساعه، وفي حاله وجود اي مشكله سيتم التعامل معها خلال 3 ايام عمل. بعد كده كل عليا ان انا هدوس على كلمه ينسحب. اديني دوست على كلمه ينسحب. ايه اللي حصل دلوقتي؟ بيقول لي مبروك لديك الفرصه لمضاعفه سحبك النقدي، اكمل التسريع في 15 يوما لتضاعف. طيب خلينا ارجع، مفيش رجوع، خليني بقى اخرج من اللعبه كلها خالص. بعد كده ابتدي ادخل على سبيد مان مره ثانيه. فعليا كده انت بتبتدي ترجعني لنقطه الزيرو تاني، اللي هو انا مش عايز اضاعف الفلوس الخاصه بيا. انت ليه عايزني اضاعفهم؟ انت مش عايز تدفع لي الفلوس الخاصه بيا ليه عموما؟ ده اول سؤال المفروض ان احنا بنساله لنفسنا قبل ما بنساله اصلا لاصحاب الابلكيشن. هنا بقول لك اذهب لسحب الاموال، خلينا ندخل عليها بالشكل دوت. جميل جدا. هنا ايه اللي حصل؟ ركز معايا. هنا الوقت عندي راجع اشتغل تاني 14 يوم او 15 يوم، وبالشكل دوت المفروض ان انا مش قادر ان انا احط الرقم بتاعي وابتدي انا اسحب الفلوس الخاصه بيا. فبمنتهى البساطه يا عزيزي عشان ما اضيعش وقتك واقول لك على طرق خزعبليه ان انت تبتدي تسحب بيها الفلوس الخاصه بيك، فخليني اقولها لك صريحه كده. لو داخل لعبه سبيد مان عشان تسحب الفلوس الخاصه بيك اللي هي الاوراق النقديه دي، فمش هتقدر تسحبها اصلا طول ما اللعبه شغاله. هتقول لي امال ايه الناس اللي بتبتدي تظهر على الشاشه فوق زي واحد من دوت اللي هو ساحب 363 جنيه وواحد تاني ساحب 1000 ومش عارف ايه؟ الناس دي كلها بتسحب عملات معدنيه اللي هي الظاهره قدامك دي. فما توهمش نفسك ان انت هتقدر تسحب الاوراق النقديه. من الاخر كده المفروض ان لعبه سبيد مان دلوقتي بتدفع ومش بتدفع. يعني ايه؟ يعني انا اقدر اصنفها 50% ل 50%. الدفع بيتم من خلال العملات المعدنيه اللي هي بتجي لك من دعوه الاصدقاء فقط لا غير، دي فعليا الفلوس بتوصلك. انما حضرتك بقى لو فاكر ان انت هتلعب مستويات من غير دعوه اصدقاء، حتى لو دعيت الاصدقاء واخدت منهم فلوس وجيت تسحب العملات النقديه الخاصه بيك اللي هي لونها اخضر دي، مش هتقدر فعليا ان انت تسحبها باي شكل من الاشكال. ومفيش حد يقدر يقول لك انا معايا طريقه مضمونه او طريقه تقدر بيها ان انت تسحب الفلوس دي، لانك فعليا مش هتقدر ان انت تسحبها. كل ما هتطلع من تسريع هتبتدي تدخل في تسريع تاني، كل ما هتطلع من تسريع تبتدي تدخل في تسريع تاني. ما احنا ما عندناش وقت نضيع وقتنا كله بقى على حاجه تافهه زي دي. دلوقتي قدامك حلين، يا تدعو الاصدقاء وتبتدي تسحب عملات معدنيه، يا اما اللعبه دي بالنسبه لك سكام وصاحبها راجل اصلا سكام ذات نفسه. فعشان كده عزيزي انا لحد هنا بكون انتهيت. ما تنساش تحط لايك للفيديو، ما تنساش لحضرتك جديد معانا تشترك في القناه. اتمنى اكون بينت لك تجربتي الشخصيه في لعبه سبيد مان وهل فعليا بتدفع ولا لا. انا قلت لك بتدفع 50% للعملات المعدنيه وال 50% الثانيه ما بتدفعهمش. فانا بصنفها هنا من قناه اليوتيوب الخاصه بينا جصص نت 2.0 اللي انت هتنزل دلوقتي تخبط اللايك للفيديو دوت وتشترك فيها لو انت مش مشترك فيها. بصنفها فعليا ان هي اسكام. فانا لحد هنا عزيزي بكون انتهيت. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.